لتحقيق شعار مزعف لكل أسرة، احتفلت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية سنار بتخريج دفعة جديدة من دارسي الإسعافات الأولية بوحدة اللكندي الإدارية التابعة لمحلية السوكي. هي جمعية تطوعية خدمية، هدفها الأول والأخير هي خدمة المجتمع في شتى المجالات وخاصة المجال الطبي، لذلك نجدها دوما سباقة إلى فعل الخير بفضل جهود متطوعيها الذين يقدرون العمل الإنساني ويعرفون ماهيته. إدارة تنمية قدرات المتطوعين والطوارئ تقول إن التدريب عملية مستمرة لتحقيق شعار مزعف لكل أسرة بالولاية. إن شاء الله قادرين على بعض الطلبات نلبيها، بالذات في مجال التدريب وبالذات في مجال الطوارئ. إن شاء الله مع أخواننا في الوحدة الإدارية مع كل المجموعة الموجودة هنا حنعمل لنا ورشة خاصة بالطوارئ في وحدة اللكندي إن شاء الله. جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية سنار وصفت تخريج الدارسين بالإضافة الحقيقية للمجتمع وتوسيع قاعدة انتشار المتطوعين بالولاية. وهذا فخر لنا لأننا نجدهم في عملنا لحظة السلم والأمن ولحظة الكوارث، ونحن نقول لأهلنا في منطقة الكندي هم إضافة حقيقية بالنسبة لكم نستفيد منهم في هذا البرنامج. وحدة اللكندي الإدارية أكدت اهتمامها بالجمعية وتوفير المطلوبات التي تمكنها من التواصل مع المجتمع المحلي. في جمعية الهلال الأحمر في السوكي فقط اخترتوا لنا البرامج وإن شاء الله نقبلناها من الحاكم بإذن الله تعالى. حوجتنا كبيرة جدا لهم في كثير من البرامج. سمان أحمد عمر لقناة عيون سنار، مدينة اللكندي، محلية السوكي.